اهلا بيكم دكاترة تالتة اعداد، اتمنى تكونوا بخير دايما. الحصة دي هتكون حصة مهمة جدا جدا، تأسيس لمادة العلوم، تأسيس قوي. اتمنى انك تركز في الفيديو كويس جدا، وندعم الفيديو بلايك واشتراك في القناة. ولكن قبل ما نكمل الفيديو حابب افكرك باننا عاملين جروب واتساب بمبلغ رمزي جدا. علشان تشترك معانا فيه هتتواصل معانا على الرقم 010 290 62055. مميزات الاشتراك في الجروب ده ان هينزل عليه مذكرات الشرح ومذكرات الواجب، تدريبات يومية، هتنزل تدريبات يوميا عليه، 3 امتحانات إلكترونية على كل درس وعلى كل وحدة هتقيم بيها مستواك، 4 حل الامتحان في فيديو على الجروب. بعد ما نخلص الامتحان هنحل الامتحان ده في فيديو والفيديو ده هينزل على الجروب، 5 مسابقات وتكريمات، زائد روابط فيديوهات اليوتيوب. بدل ما تدخل على القناة وتفضل تدور على الفيديو الخاص بمرحلتك هتلاقيه على طول بينزل لك على الجروب. 8 وأهم حاجة، اسأل في أي حاجة غير مفهومة وفي أي وقت. 9 متابعة مستمرة. أول حاجة عندنا عمليات تحويل بعض وحدات القياس. بعض وحدات القياس احنا طبعا هنشوف وحدات قياس المسافة والزمن والسرعة، وهنشوف ازاي نحول من وحدة لأخرى. تمام. أول حاجة وحدات قياس المسافة، عندك المسافة ممكن تقاس بكيلو متر أو ممكن تقاس بمتر أو سنتيمتر. تمام. دلوقتي لو احنا عندنا المسافة هو مديهالك بالكيلو متر، ازاي تحول من كيلو متر رقم بالكيلو متر الى المتر؟ قالك علشان تحول من كيلو متر الى متر بتضرب في 1000. في كام؟ في 1000. تمام. طب علشان نحول من متر الى سنتيمتر بنعمل ايه؟ قالك بنضرب في 100. طبعا الكلام ده ممكن يكون مش جديد وكلام سهل ومباشر، ولكن لازم نرجع عليه تاني لاننا هنحتاجه كتير جدا في حل المسائل. طيب العكس، لو انت عاوز تحول من سنتيمتر الى متر هتعمل ايه؟ بدل ما كنت بتضرب في 100 هتقسم على 100. هتعمل ايه؟ هتقسم على 100. وطبعا هنطبق على الكلام دوا. يبقى انت من الكبير للصغير، من متر لسنتيمتر بتضرب. طب من الصغير للكبير بتقسم. من متر الكيلو متر هتعمل ايه؟ بدل ما كنت بتضرب في 1000 هتقسم على 1000. هتقول على 1000 علشان نحول من متر الى كيلو متر. ناخد مثال على الكلام ده. عندك لما يقولك 5 كيلو متر بتساوي كم متر، هناخد ال5 وهنضربها في كام؟ هنضربها في 1000 علشان نحول من كيلو متر الى متر. في 1000 هتطلع معاك بكام؟ ب5000. تمام. طب 5 متر وعاوزها بالسنتيمتر، 5 متر تساوي نقط سنتيمتر. قلنا من متر لسنتيمتر بتعمل ايه؟ بتضرب في 100. يبقى هتاخد 5 وتضربها في 100 هتطلع لك ب500. مفيش اي مشاكل. 3000 سنتيمتر بتساوي نقط متر. 3000 سنتيمتر بتساوي نقط متر. هنا خلي بالك عاوز يحول من سنتيمتر الى متر. قلنا عشان تحول من الصغير للكبير هتعمل ايه؟ هتقسم. من سنتيمتر الى متر هتقسم على كام؟ هتقسم على 100. يبقى هتقول 3000 على 100 وتشوف هتطلع معاك بكام. هتلاقيها طلعت لك ب30 متر. الكلام ده بالنسبة لإيه؟ الكلام ده بالنسبة للمسافة. طب الزمن، قالك الزمن بيقاس بالساعة أو بالدقيقة أو بالثانية. يبقى ساعة، دقيقة، ثانية. علشان نحول من ساعة إلى دقيقة هتعمل إيه؟ هتضرب. بتحول من الكبير للصغير. هتضرب في كام؟ هتضرب في 60. الساعة فيها 60 دقيقة. طب من دقيقة إلى ثانية، من ساعة إلى دقيقة هتضرب في 60. من دقيقة إلى ثانية قالك برضو هتضرب في 60. العكس هتقسم على طول. يعني لو قلتلك من ثانية إلى دقيقة هتقول على 60. من دقيقة إلى ساعة بدل ما كنت بتقول في 60 هتقول على 60. هتقسم بدل ما كنت بتضرب.
نشوف مثال على الكلام ده. دلوقتي 1 ساعة بيقولك فيها كام ثانية؟ خلي بالك عاوز يحول من الساعة إلى الثانية. طب ينفع على طول تحول من ساعة لثانية؟ لأ، لازم في الأول تحول من ساعة إلى دقيقة، بعد كده من دقيقة إلى ثانية. الساعة علشان نحولها لدقيقة هتضرب في 60. تمام. طب علشان تحولها من دقيقة إلى ثانية هتضرب في 60. يبقى 1 في 60 في 60. 1 في 60 في 60 هيطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب3600 ثانية. طب دلوقتي بيقولك 15 ثانية بتساوي نقط دقيقة. 15 ثانية بتساوي كام دقيقة؟ دلوقتي انت عاوز تحول من الصغير للكبير من ثانية إلى دقيقة. هتعمل ايه؟ هتقسم، مش هتضرب. هتقسم على كام؟ هتقسم على 60. 15 على 60 الآلة الحاسبة هتقول 15 وهتقسمها على كام؟ هتقسمها على 60. هتطلع معاك ب25%، يعني ربع دقيقة. 25%. ندخل على أهم حاجة عندنا في الحصة وهنحتاجها كتير جدا جدا في الحل، وحدات قياس السرعة. السرعة ممكن تقاس بكيلومتر على الساعة أو متر على الثانية. تمام. ازاي نحول من كيلومتر على الساعة إلى متر على الثانية؟ ركز معايا هنا. انت بتقول ايه؟ بتقول كيلومتر يا مستر على الساعة، عاوز تحوله لمتر على الثانية. يبقى اول حاجة لازم نحول ايه؟ من كيلومتر لمتر. قلنا بنضرب في 1000، صح كده؟ طب من ساعة الى ثانية، من ساعة الى ثانية بتضرب في كام؟ قالك بتضرب في 60 في 60. يبقى انت المفروض تضرب 1000 على 60 في 60، صح كده؟ علشان نحول من كيلومتر على الساعة إلى متر على الثانية. من كيلومتر المتر اضرب في 1000، من ساعة إلى ثانية اضرب في 60 في 60. حول من ساعة إلى دقيقة بالضرب في 60، ومن دقيقة إلى ثانية بالضرب في 60. يبقى الرقم اللي انت المفروض تضربه كام؟ 1000 على 60 في 60. لما نيجي نختصر الرقم ده بالآلة الحاسبة ونقول 1000 على 60 في 60 بالشكل ده، هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب5/18. يبقى انت المفروض تضرب في كام؟ تضرب في 5/18 علشان تحول من كيلو متر على الساعة لمتر على الثانية. تضرب فيه 5/18. تمام. ده انت كده علشان تحول من الكبير للصغير، من الكبير للصغير بتضرب في كام؟ في 5/18. طيب لو انت عاوز تحول من متر على الثانية الى كيلو متر على الساعة، بدل ما بتضرب هتعمل ايه؟ من الصغير للكبير هتقسم على كام؟ هتقسم على 5/18. مش فاهمين حاجة وعاوزين نطبق على الكلام ده. ادي عندك بيقولك 18 كيلو متر على الساعة بتساوي نقط متر على الثانية. حول من كيلو متر على الساعة الى متر على الثانية. هتاخد ال18 دي وتضربها في كام؟ انت هتضرب لانك هتحول من الكبير كيلو متر على الساعة الى الصغير متر على الثانية. هتضرب فيه 5/18. هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب5 متر لكل ثانية. طب دلوقتي لو عندك 5 متر لكل ثانية بتساوي نقط كيلو متر لكل ساعة، هتاخد ال5. هتضرب ولا هتقسم؟ لا، هنقسم يا مستر. ليه؟ لانك بتحول من الصغير للكبير، من متر لكل ثانية الى كيلو متر لكل ساعة. واخد بالك؟ هتقسم على كام؟ هتقسم على 5/18. 5/5/18 هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب18 كيلو متر لكل ساعة. ندخل على آخر حاجة معانا، سؤال الحصة. سؤال حصتنا بيقول لي 143 كيلو متر لكل ساعة بيساوي نقط متر لكل ثانية. يا ريت نحل السؤال ده ونكتب الإجابة بتاعته في التعليقات. حصة مهمة جدا وسهلة جدا جدا. أتمنى تكون استفدت، وأشوفكم على خير
في الفيديوهات اللي جاية والدرس اللي جاي.